صباح الخير حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مع إبداع جديد، وفعلا فيلا كبيرة مستقلة على أرض 1800 متر مربع في الحيل الجنوبية. ما شاء الله ما شاء الله. مساحة الأرض 1800 متر مربع، مساحة الفيلا 500 متر مربع، 6 غرف نوم وزيادة، صالات كثيرة ومجالس. ما شاء الله، يعني مكان VIP، مكان معروف جدا خلف نستو في الحيل الجنوبية. نروح داخل ناخذ التغطية حبة حبة بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا يا حبايبي مدخل عام، مواقف كثيرة أمام المنزل، أو نقول حوش أمام المنزل على هذا الشكل، عشان أريد أعطيكم من كل زوايا. مواقف سيارات موجودة، حديقة خلفية، حدائق جانبية. فبالنسبة للمكان والأرض عندك كل هذه الخيارات. وهنا يا حبايبي ناخذ لنا لفة سريعة وجميلة للفيلا. أعطيكم فيديو تفصيلي للمكان. الحيل الجنوبية خلف نستو، وهذه الأرض مثل ما قلت لكم 600 متر 2000 متر مربع. ما شاء الله. البيت تقريبا 600 متر مربع، يعني من 500 كذا. 6 غرف نوم، مجلس، صالات كثيرة، في صالة تحت وصالة فوق، كل حاجة كذا جاهز. الفيلا في حالة ممتازة جدا وحالة طيبة جدا. منطقة فاخرة وجميلة ومميزة. حدائق مثل هذه يا حبايبي حوالين المكان كامل. طبعا نعطيكم تفاصيل أخرى، جوانب مختلفة. مدخل رئيسي، وفي مداخل مختلفة أخرى موجودة من زاوية مختلفة يا حبايبي. ما زلنا مستمرين مع تغطية لهذه الفيلا المميزة في موقع VIP بمعنى الكلمة. الموقع هذا معروف ما شاء الله. حديقة الصوب الثاني اليسار، حديقة اليمين خلف اليمين كذلك في حديقة جميلة، مساحة واسعة لأي شيء ثاني، لأي مشروع آخر، كملحق، كسويمينج بول، كأي يعني مجلس خارجي منفصل، خدمات مختلفة، استراحة منفصلة. كل هذه الخيارات متوفرة بإذن الله. هنا المدخل الخلفي. طبعا هذا المكان واسع، يعني للمرة الأولى أشوف أن 2000 متر مربع ما شاء الله، أنه هو كافي لي مكان فخم. وهنا كذلك يا حبايبي زاوية أخرى عشان ما نقصر أبدا في تغطية هذا المشروع. بغيت أعطيكم الزوايا المختلفة لهذا المشروع. هنا كذلك، ونحن نقترب حبة حبة، ناخذ العلوم حبة حبة. من ناحية الفنية الهيكلية ما يحتاج كلام، عاد أنا جالس أخبركم عن أشياء اللي هي السطحية بس، ولكن إذا تكلمت عن أشياء الفنية البيت مثل ما جالس أشوفه الآن ما يحتاج كلام. ما شاء الله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم يا حبايبي. كانت هذه تغطية لهذه الفيلا المتميزة الممتازة. أهلا وسهلا. بادروا يا حبايبي، بادروا تواصلوا معنا وخذوا كل العلوم والتفاصيل الأخرى اللي تحتاجوا لها لهذه الفيلا. شوفوا الارتدادات والحديقة. طبعا هناك مواقف سيارات تكلمنا عن الموضوع، وبالنسبة للضيوف بالنسبة لمواقف الإضافية المكان هذا يتسع إلى تقريبا 50 سيارة من غير أي إشكالية. أهلا وسهلا. نرحب بكم حبايبي.